قال قد تبين الرشد من الغي، ما قال قد تبين الضلال من الهدى، ولم يقل قد تبين الانحراف من الاستقامة. لماذا الرشد هنا؟ الرشد يعني شنو؟ يعني الرشد الفكري، يعني أن يكون فكرك رشيدا وعملك عمل رشيد. الكفاءات وتربية الكفاءات وفهم الكفاءات وفهم الحياة إذا ذهب عن أمة ملعبة خلص. ترون 100 مليون ملعبة، ما رأينا مصر يودي مصر 40 مليون ذات الأزهر الشريف يودي إلى كرملين، شيوعي وخرشوف يأتي خلفه يودي كل هؤلاء إلى البيت الأبيض. هذا شيء مستحيل أن يقع في إسرائيل، حتى في 50,000 إسرائيلي، لأن 50,000 إسرائيلي يفهمون، ومستحيل أن يقع هذا الشيء في حزب الكتائب حتى في 10,000 منهم، مو 40 مليون منهم، لأن كتائبيين بالكفاءات جاءوا، إسرائيليين بالكفاءات جاءوا. أما نحن بالمحسوبية والمنسوبية والانقلاب والثورة والقتل والاعتباطيات نأتي، كما يقول الشاعر كما تلاقفت الصبيان بالأكري. هذا هو كورة. فرد يوم قالوا لهم أن إسرائيل مو زين، كلهم يقولون إسرائيل مو زين. فرد يوم قال لهم إسرائيل زين، كلهم يقولون إسرائيل زين. 40 مليون 100 مليون 60 مليون نفس الشيء، نفس الشيء. هل هذه تسمى أمة أو مهازل؟ أنا أذكر الأزهر الشريف فرد مرة أفتى بأن أبا ذر شيوعي وسبوا أبا ذر. الشيخ عبد الحسين الأميني يرد عليهم في الغدير، راجعوا كتاب في زمان فاروق، كيف كانوا يخافون من الاشتراكية. بعد ذلك جاء عبد الناصر، وإذا الأزهر يفتي بأن أبا ذر أكبر أبطال الإسلام. شنو صار؟ وأنت الأزهر العاقل. نحن بحاجة إلى أن ننمي في بلادنا الكفاءات والحريات وأقل قدر من المعيشة، وإلا بلادنا مهازل إلى يوم القيامة.